هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى الأكارم، طيب الله مساءكم وسائر أوقاتكم. يتجدد لقاؤنا بكم مساء هذا السبت 12 من يوليو وال14 من شهر رمضان المبارك. نبدأ نشرة الأخبار وأقدمها لكم أنا صلاح محمد زين، ثم تصحبكم زميلتي آمال علي مع ضيف جديد في لقاء المنتدى لهذا المساء، وهو الأستاذ إدريس همد. وقتا طيبا أرجوه لكم مع فقرات ساعة صوت المنتدى لهذا المساء. لم تخمض الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. لم تخمض الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجادر والحريق. أحبابنا صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين.
تفاقم أزمة شح المياه وانقطاع الكهرباء في البلاد. سفارة النظام بالكويت تهدد وتتوعد الإريتريين، وكندا تضيق الخناق على قنصليته بتورونتو. تفيد الأنباء الواردة من داخل البلاد بأن الأوضاع المعيشية في إريتريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، فالعاصمة أسمرة تعاني من نقص حاد للمياه وانقطاع شبه تام للكهرباء. هذا وقد أصبحت السلطة الحاكمة عاجزة تماما عن توفير المياه وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، ولم تحرك ساكنا أمام نذر المخاطر والكارثة الإنسانية التي يمكن أن يسببها انعدام المياه الذي يشكل أهم عنصرا من عناصر الحياة. كما لجأ سكان العاصمة أسمرة إلى استخدام الفوانيس والشموع لإنارة منازلهم وتبديد الظلام الذي عم المدينة بأكملها، بعد توقف إمدادات الكهرباء التي كانت بنظام الحصص، حيث كان نصيب كل حي 4 ساعات فقط في اليوم. إلى ذلك وصل سعر شحن بطارية الهاتف الجوال ب10 نقفات عند أصحاب المحلات التجارية التي تستعين بالمولدات الكهربائية الخاصة. من جهتها تعاني مدينة مصوع أيضا من شح المياه وانقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما جعل سكانها المقتدرون يغادرونها إلى مدن أخرى، ويبقى فقراؤها وهم الأغلبية يكابدون مشقة الصبر بدون كهرباء وماء، فضلا عن الأوضاع الصحية التي تزداد ترديا وانهيارا في المدينة. حذرت السفارة الإريترية لدى دولة الكويت مواطنيها المقيمين في الدولة أن ضريبة 2% ملزمة، مطالبة بتسديدها ابتداء من يونيو الماضي وحتى نهاية العام الجاري. وأشار الإعلان الصادر من السفارة لهذا الشأن إلى أن تسديد ضريبة ما أسمتهم بأسر الشهداء مرتبطة بالخدمات التي تقدمها السفارة، رافضة أي استثناء حول ذلك. من جهته حذر وزير الشؤون الخارجية الكندية جون بيرد القنصلية الإريترية من مقبة الاستمرار في أخذ الضريبة من المهاجرين، وقال إنه بعث برسالة إلى القنصلية الإريترية بوقف تحصيل ضريبة الهجرة من الإريتريين الكنديين، أو إنه سيأمر بإغلاق القنصلية، وذلك حسب موقع مبادرة الإريتري. وأضاف الوزير الكندي إن الطلب من الإريتريين بدفع ضريبة في القنصلية غير مقبول، وإننا نشارك الإريتريين الكنديين وغيرهم القلق العميق حول العمل المستمر في القنصلية، وقد أرسلنا مرارا وتكرارا إشارات قوية بأنه غير مقبول ولن يتم التسامح معه. وقال بيرد: لقد أعطيت نائبي تعليمات بتسليم رسالة قوية واضحة لا لبس فيها بأن هذا النشاط يجب أن يتوقف، وإلا فإننا سنغلق القنصلية. ضريبة 2% التي لا أصل لها في النظم الحكومية يتحصل عليها الحزب الحاكم والوحيد في إريتريا، كما أن الحكومة الإريترية لم تعطيها تسمية محددة حتى الآن، إلا أنها مرتبطة بتقديم الخدمات في الداخل والخارج، كما أن الامتناع عنها يضع المواطن في موضع الخيانة حسب تصنيف النظام، وهو تعبير فضفاض يستخدم بطرق ابتزازية وقد يؤدي للسجن لسنوات خارج الجهات العدلية. هذا وقد شهد العام الماضي طرد القنصل العام سماريغا برماريان من كندا عقب شكوى من مواطنين كنديين من أصول إريترية بتعرض عوائلهم في الوطن لمضايقات وعواقب وخيمة إذا لم يدفعوا الضريبة. عثرت قوة في البحرية الليبية أثناء قيامها بأعمال المراقبة الساحلية في 5 من شهر يوليو الجاري على قارب خشبي قارق في مياه البحر المتوسط على بعد حوالي 1.5 كيلومتر قبالة معسكر تاجوراء البحري. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية بأن القارب وجد به 13 جثة متحللة، منها 2 لطفلين و2 منهما للنساء و9 للرجال، والتي من المحتمل أن تكون لمهاجرين غير شرعيين من إريتريا والصومال. وعلى صعيد متصل أشار موقع عدوليس إلى معلومات تؤكد بأن السلطات السودانية أبعدت 28 قاصر وقاصرة من الجنسية الإريترية وتركتهم قبالة مدينة المتمة الإثيوبية، وذلك في خطوة يستكمل بها السودان الرسمي تجاوزاته تجاه الوجود الإريتري القانوني، وأن هذه العملية التي تمت في بحر الأسبوعين الماضيين جرت بسرية تامة ودون تنسيق مع السلطات الإثيوبية التي لم يصدر عنها ما يفيد بقبول أو رفض هؤلاء. وكانت المفوضية العليا للاجئين قد أدانت يوم الجمعة الماضي
السودان لكونه قد رحل 74 إريتريا بالقوة في بداية شهر يوليو الجاري وبطريقة غير قانونية، حيث عبرت المفوضية عن خشيتها على تعرض حياتهم للخطر. إلى ذلك أشارت جريدة تايمس البريطانية في تقرير لها نشرته عن تجارة تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا إلى أن هذه التجارة شهدت انتعاشا كبيرا حتى تحولت إلى بزنس كبير يدر ملايين الدولارات سنويا على العصابات العاملة فيه، خاصة في ظل الفلتان الأمني في ليبيا وضعف سيطرة الدولة على المناطق خارج المدن بما فيها الموانئ والمناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وتتزايد أعداد العاملين في مجال تهريب البشر من القارة الإفريقية إلى أوروبا بسبب ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين الهاربين من جحيم بلدانهم المضطربة، والذين لا يجدون ملاذا آمنا أقرب من السفر بقوارب الموت إلى أوروبا. وتقول التقارير الغربية إن أسعار تهريب البشر انخفضت بصورة كبيرة عما كان عليه الوضع في السابق بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد العاملين بهذا المجال، مع قبول المهاجرين بأوضاع أكثر سوءا، بما في ذلك الموافقة على ركوب قوارب من المفترض أنها منتهية الصلاحية ولا تصلح حتى للصيد، فضلا عن استخدامها في السفر لمسافات طويلة. نهاية النشرة. إلى اللقاء. الزاحفون مع المدى لم ينحنوا رغم المجازر والحريق أحبابنا أحبابنا. لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا. أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا. وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب الزنا. وعلى المدى وليد العفق قد سكب السماء. والعزم يبعث في الربا المعنى الجديد، فلما لا أتى والدرب يهدر بالهجر. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير. أحييكم مرة أخرى في حوار المنتدى. وفي حوارنا لهذا اليوم نستضيف الأستاذ إدريس حمد، وهو عضو المجلس المركزي وعضو إدارة العلاقات الخارجية في جبهة التحرير الإريترية، حيث سنناقشه في تنظيم جبهة التحرير الإريترية أين يقف الآن، مآلات الأمور في ظل المعارضة، وهو أحد أعمدة المعارضة، وغيرها من المحاور. أرحب بك أستاذ إدريس وأشكر لك قبول دعوة صوت المنتدى. شكرا لك الأخت أمال، وشكرا لإدارة المنتدى على هذه الدعوة الكريمة، ورمضان كريم للجميع. رمضان كريم عليك وأهلا بك. دعني أبدأ معك أستاذ إدريس وأعود بك إلى الوراء قليلا. عندما نقول جبهة التحرير الإريترية، وهو أحد الفصائل التي يعني كانت بعد حركة 25 مارس، وما تزال هذا التنظيم يحمل نفس الاسم، جبهة التحرير الإريترية. أين يقف من هذا الاسم بعد هذا التاريخ الطويل؟ شكرا. حقيقة السؤال مهم أنا في وجهة نظري، والسؤال غير يعني مطروق، وفي تقديري يعني الإجابة تتحمل أوجه كثيرة يعني، ولها
أن جبهة التحرير الإريترية كاسم هو اسم تاريخي طبعا كما معروف للجميع. نعم. أن هذه التجربة هي تجربة امتدت من 1900 من شهر 6 1960 بعد تأسيس التنظيم في القاهرة، مرورا بالكفاح المسلح، ثم التجربة المعروفة للجميع والتي لا يسع المجال للخوض فيها كثيرا. نعم. لكن هذا الاسم كما تفضلت أنت بعد 25 مارس وهي بعد أو بالأحرى بعد ما حصلت الأزمة السياسية والتنظيمية للتنظيم وحالة الانكسار والتراجع ودخول التنظيم إلى معسكرات تهداي وكراكون. نعم. وحصلت 25 مارس. التنظيم ظل محافظا على اسمه واستمر بهذا الاسم إلى هذه اللحظة. طبعا هنالك ليس قدسية للأسماء كما معروف للناس، ولكن هنالك رمزية لكل اسم. نعم. اسم له رمزيته وله يعني دلالاته وله معانيه الكثيرة. هذا فضلا على ارتباط هذا الاسم في وجدان المجتمع الإريتري على أنه هو اسم تاريخي أسس به الكفاح المسلح بتاعهم، وبالتالي على الجماهير الإريترية ترى هذا الاسم بفهم يعني إن لم نقل قدسية فهو بالنسبة لهم يشكل رمزية محددة من ضمن الرمزيات النضال الإريتري أو كحالة تاريخية نقدر نسميها يعني. نعم. في جبهة التحرير الإريترية كتنظيم نعم. لا زلنا نتمسك بهذا الاسم لهذه الرمزية. كما أن المؤتمرات كفيلة بأن تغير طبعا زي ما أنت تفضلت أنه كثير من القوى السياسية اللي كانت تحمل نفس الاسم أو الاسم مزيل بأسماء كثيرة أو بمزيل مجلس ثوري مجلس وطني نعم. مجلس غيره، ولكن تظل يعني هذه الأسماء كانت لها قدسيتها عندهم وعندهم نظرة لها، ولكن يعني من خلال المؤتمرات تم يعني تجاوز أو ربما رأوا أنه يعني يتم تغييره. نعم. لا زلنا نرى أنه في هذا التنظيم أن هذا الاسم فيه الرمزية بالنسبة لنا وبالنسبة لجماهيرنا وللشعب الإريتري عموما، وبالتالي هي إحدى التجارب المهمة والأساسية والتي لا يمكن أن يغفل عنها التاريخ مهما إذا تذكرنا إريتريا وتحدثنا عن النضال الإريتري فلا بد أن تكون جبهة التحرير الإريترية هي الحاضر الأول والحاضر القائم في هذا النقاش. نعم بالتأكيد بالتأكيد أخ إدريس، ولكن هنا دعني أستوقفك قليلا. بالرغم أن جبهة التحرير الإريترية طبعا هو تنظيم طليعي يعني في الحركة النضالية الإريترية عموما، الثورة الإريترية وتنظيم رائد، ولكن الآن أحداث كثيرة حصلت على مستوى الساحة الإريترية، على مستوى الثورة، على مستوى النضال، وتجاوزتها إلى أن وصلنا إلى التحرير وما بعده. عندما نقول جبهة التحرير الإريترية قد يخطر على البعض أنه يعني تجاوزت الأحداث هذا الاسم. ليست جبهة التحرير الإريترية كرمز لنضالنا الوطني، ولكن تنظيمات ما بعد 25 مارس ربما تجاوزتها الأحداث، وربما يوحي ذلك بأن هذا التنظيم ما زال يقف على المرحلة القديمة في النضال من أجل التحرر. هل ممكن أن يعني يوحي لك هذا بشيء مثل هذا التفسير؟ أبدا، يعني أنا ممكن يعني أتناول المسألة دي من نقاط محددة. أولا فيما يتعلق بالاسم والاستمرارية في الاسم زي ما ذكرت أنا محازف فيه كثير، ولكن فيما يتعلق بالتنظيم وحالة الحراك السياسي وحالة المتابعة اليومية وقراءة التاريخ والاستنباط العبر منه، التنظيم بدأ يتجدد ويجدد في خطابه السياسي من خلال يعني التعامل معه. نحن في جبهة التحرير الإريترية كتجربة قديمة لو أنت بتتذكر طبعا وأنت جزء من هذه التجربة في السابق. نعم. جبهة التحرير الإريترية هي تنظيم النظام الإداري والتنظيمي بتاعه هو ديمقراطية مركزية، والمركزية الديمقراطية كما هو معروف في الأسس والنظم الديمقراطية بتاعه. ولكن نجد أن هذا التنظيم انفتح الآن وطرح أطروحات جديدة، طرح مسألة الحكم اللامركزي، طرح مسألة الاقتصاد الحر، طرح يعني مسألة المشاركة السياسية ومشاركة يعني الواسعة في القرار السياسي، الإيمان بالتعددية السياسية والشراكة السياسية في إطار وطن إريتري يسعى الجميع، المواطنة أساس الحقوق. كل هذه قضايا تعتبر قراءات جديدة وطرح يعني فيه تطوير لفكر وممارسة الحزب للفهم الديمقراطي الليبرالي نسميناه، أو الفهم الديمقراطي بشكل عام اللي هو التعددي ذات المضامين الكثيرة، من ضمنها الليبرالية، من ضمنها تتحمل الكثير من الأوجه الديمقراطية المعروفة لدى الجميع. نعم. يعني نعم. في حتة ثانية وبرضو أهم منها في تقديري مهمة، هو التنظيم بعد 25 مارس
خاض تجارب كثيرة، فشل في كثير ونجح في كثير، حصلت انتكاسة هنا وتراجع هناك وحصل إشراق هنا وإخفاق هناك، ولكن التنظيم بدأ يعني حتى في إطار كادره وفي إطار القيادات المتدرجة فيه حصل فيه تغيير كثير. ولها مثلا الوحدة الاندماجية التي تمت بينه وبين جبهة التحرير الإريتري المجلس الوطني، أو معروف عند الإريتريين باللجنة الثورية مثلا. نعم. هذا هو نوع من تحديث لطبيعة يعني البشر الموجود فيه واستمرارية ورفضه بدماء جديدة في التنظيم. يعني كان التنظيم أيضا سباق في أنه يكون عنده يعني رؤياه حول ما يحدث في الساحة الإريترية وقراءته للأحداث بعد التحرير بالتحديد وبعد إعلاننا بالاستقلال. نعم. وبالتالي كان له ستيتمنت أو عنده يعني مانيفستو واضح حول رؤيته لمستقبل إريتريا في ظل نظام الجبهة الشعبية الحاكمة ونظام الهجدف فيما بعد ما عرف بنظام الهجدف بعد مؤتمر نقفة 1994. نعم، ولكن أستاذ إدريس، كل ما ذكرته الآن من رؤية التنظيم والاستراتيجية التي يقوم عليها هذا التنظيم على أرض الواقع، الكثيرون يحججون أن هذا التنظيم ليس فعالا كفاعلية اسمه على أرض الواقع. يعني لا نرى يعني حشد جماهيري له، لا نرى نشاطات واضحة بشكل يعني يواكب المرحلة التي تمر بها المعارضة الإريترية بشكل عام. يعني كيف ترد على مثل هذه التساؤلات يعني حول التنظيم وفعاليته على أرض الواقع؟ التنظيم يعتبر أول حاجة يعني من ضمن الأشياء المهمة والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أن هذا التنظيم يناضل في ظرف استثنائي. ليس في ظرف جبهة التحرير الإريتري السابق، ليس في مرحلة النضال المسلح، ولا في مرحلة تواجد النصير والصديق. هذه مسألة يجب أن يعني الإنسان ينتبه لها ويقرها من حيث المبدأ. ثم أن التنظيم على الرغم من كل هذا يعتبر التنظيم القائد والسباق في تأسيس مظلات جامعة لقوى المعارضة، بدءا من تحالف القوى الوطنية كان يشكل من 3 تنظيمات اللي هم الحركة الخلاص في ذلك الوقت وجبهة التحرير الإريتري المجلس الوطني وجبهة التحرير الإريتري، ثم التجمع الوطني الإريتري، ثم التجمع الديمقراطي، ثم التحالف الوطني، ثم التحالف الديمقراطي الإريتري المعروف لدى الناس. والآن برضو هو أحد أعمدة وأساس يعني الذي بني عليه هذا العمل، ومشارك بفعالية في تكوين هذه المظلات، إضافة إلى ما عرف بالمجلس الوطني والذي عقد مؤتمره الأول في أواسا في قبل 2 سنين. إذا يعني التنظيم من حيث الحضور حاضر. من حيث الفعالية بتلك هذه طبعا يعني نقدر نقول يعني قراءات من شخص لآخر تختلف، ولكن في وجهة نظرنا أن التنظيم على قدر ما يعانيه وعلى قدر ما يحتريه من مصاعب، لا زال التنظيم فاعلا في إطار معسكر المعارضة وفي إطار الجماهير الإريترية، بالذات في مواقع تواجد العدد الكم من اللاجئين في المعسكرات، اللاجئين في السودان، معسكرات اللاجئين في اليمن، معسكرات اللاجئين في اثيوبيا الى حد ما. اضافه الى كده يعني التنظيم حتى في اوروبا صحيح هذه الفعاليه قد لا تكون بنفس الفعاليه التي نراها في مواقع معسكرات اللجوء، ولكن ايضا في مناطق المهجر التنظيم موجود في كل منطقه وفي كل مدينه من مدن اوروبا وفي كل دوله من دول اوروبا واستراليا وامريكا الشماليه. نجد هنالك وجود يتفاوت فعاليته من موقع لاخر ومن على حسب حجم العضويه وعلى حسب النشاط المعارض نفسه، ولكن تظل جبهة التحرير الإريتري هي واحدة من هذه القوى الفعالة والمؤثرة في عمل المعارضة. طيب، هنا يعني أعود بك قليلا إلى ما ذكرته أن يعني التحالفات التي دخل فيها التنظيم واندماجه في يعني يقال أنه تنظيمين في تنظيم واحد، وهناك انتقادات حول أداء التنظيم بأن يعني وجود مثلا رئيس التنظيم أستاذ حسين خليفة على رأس
تأسس هذا التنظيم وعدم يعني أداء الدور المطلوب منه بأنه موجود في أديس أبابا، وأنه لا يؤدي ما يتوقع منه. هذا أضعف التنظيم وأدى إلى خروج أسماء يعني معروفة ومناضلين قدامى من التنظيم وظهورهم في اتجاهات أخرى. يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا يعني أنا برضو عندي رأي في الحتة دي، بأنه يعني ممكن الكلام يكون يعني فيه نسبية، ولكن يعني في واقع الأمر التنظيم لا زال فاعل، وحتى التنظيم طبعا رئيس التنظيم يعتبر هو الرأس والهرم والذي يشرف على النشاط اليومي للتنظيم، ولكن التنظيم له قيادة متدرجة من نائب رئيسي إلى مجموعة. يعني الجهاز التنفيذي يتكون من 11 شخص بما فيهم الرئيس. ده جانب. الجانب الثاني رئيس التنظيم موقع تواجده في أديس أبابا مرتبط بعمل المعارضة نفسه، لأنه هو رئيس المكتب المجلس المركزي للتحالف الديمقراطي الإريتري، وهو يمثل التنظيم في آليات المعارضة الجديدة اللي هي المسمى تجمع التنظيمات الإريترية. نعم. وهو عضو المجلس الوطني، عضو في المجلس الوطني، ويعتبر من العناصر المهمة والأساسية في هذا المجلس، وبالتالي موقع تواجد. إضافة لكده الموقع الوحيد الذي فيه اعتراف للتنظيم هو اثيوبيا الى الان، وعندنا فيه مكتب رسمي مفتوح. نعم. وده عامل تواجد رئيس التنظيم، ولكن الفعاليه بتاعت التنظيم بشكل عام. نعم. يعني اذا تطرقت للحته ده، الحته مهمه، هي متمثله في يعني التنظيم قاعد يناضل في ظرف استثنائي. الحاله الاستثنائيه للتنظيم تكمن في انه لا يعني المواقع بتاعت العمل محدوده، يعني إمكانية الحركة ومساحة الحركة. وهذا الظرف الاستثنائي يشمل كل التنظيمات المعارضة عموما. نفس يعني التنظيمات نعم. التنظيمات إذا أنت ناقشتيها حتناقش معك نفس المشكلة. نعم. لكن يعني بالمقابل نجد التنظيم له يعني حضور أعتقد ما يخفيه، يعني حتى الذين قادروا التنظيم. نعم. في فترة على حسب ما ذكرتي. نعم. الآن نجد عدد كبير منهم يعني رجع إلى التنظيم، يعني مثلا أخونا أحمد سكرتير وآخرين كانوا جزء من حراك آخر تم تأسيس الحركة الشعبية، وكانوا جزء من مؤسسي الحركة الشعبية، والآن هم رجعوا للتنظيم في بيان لو لاحظت قبل شهر. نعم. مجموعة كثيرة من القوى. الآن نحن نستقبل أفواج أخرى جديدة نتيجة لحالة الحراك بتاعت الساحة الإريترية وحالة المد والجزر والفرز. هنالك يعني ما يعني يربو على 90 كادر. نعم. التنظيمات الإريترية اللي كانوا ناشطين في مجال العمل الوطني في قوى سياسية، تنظيمات أخرى من ضمنها الحركات الإسلامية غير الإسلامية، تنظيمات أخرى أصدرت بيان وانضمت إلى التنظيم في خلال شهر 6 الفات، ومن منتصف 5 إلى 6 الفات أكثر من 3 بيانات صادرة بتؤكد على أن هؤلاء الناس انضموا إلى هذا التنظيم، ونعتقد أنه هذا سوف يؤثر بشكل إيجابي في مسيرة العمل ورفضه من خلال وجود كوادر جديدة عندها القدرة والطاقة والشبابية. هذه يعني انضمامات جديدة أو دمج جديد لتيارات رافدة للتنظيم تقصد؟ نعم. يعني ما هي الخلفية؟ يعني لماذا الآن؟ لماذا؟ على أي أسس؟ ما هي الأسس التي تجمع هؤلاء مع تنظيم جبهة التحرير الإريترية في هذه المرحلة؟ طبعا نحن في جبهة التحرير الإريترية تنظيم وطني عام. الشعار بتاعنا والبرنامج السياسي المرفوع هو تنظيم وطني لكل نعم. بعيدا عن الفهم الطائفي والقبلي والإقليمي وكذا. طبعا ده أنا بتكلم عن البرنامج السياسي للتنظيم والبرنامج الخط السياسي للتنظيم العام، وبالتالي أي فرد من الإريتريين بغض النظر عن أي انتماء آخر يرى أنه في هذا البرنامج هو مخرج لمعضلات المجتمع الإريتري، نعم، فمرحبا به. نعم. السياسية أو الأفراد الذين يعني تركوا تنظيماتهم واختاروا الالتحاق بجبهة التحرير الإريترية، في جلهم كانوا كوادر صف ثاني وصف أول في تنظيماتهم. نعم. الحزب الإسلامي، المؤتمر الإسلامي، حركة الجهاد الإسلامي اللي هم حركة الإصلاح، تنظيمات سياسية أخرى كانت يعني بدأت تتأسس وثم يعني تراجع هذا نعم.
من خلال نقاشات معمقة وحوارات استمرت لأكثر من سنة ونصف مع هؤلاء الشباب، وتوصلنا إلى اتفاق على أن هذا العمل جبهة التحرير الإريترية هو إطار جامع لكل الناس. نعم. إلى الآن بتحمل هذا العمل الكبير، تحمل نفس الرؤية ونفس الطرح، وبالتالي رأى هؤلاء أن هم يعني يقدموا ما يستطيعوا أن تقديمه للعمل الوطني العام من خلال هذا الطرح. إذن في ظل هذا الحراك الذي يمر به التنظيم وهو حراك تفاعلي كما تقول لنا الآن، وفي ظل الحراك العام الذي يمر به العمل المعارض في إريتريا ضد الحكم الحالي في أسمرة، وأنتم موجودون يعني موقعكم في أديس أبابا، هناك كثير من التحفظات والعلامات الاستفهام على مدى استقلالية أي تنظيم سياسي ينطلق من أراضي الإثيوبية، ويقال أنه لا يملك أن الإثيوبيين لهم تأثير على القرار السياسي للتنظيمات الموجودة. وهناك أيضا حتى أنتم متهمون بأنكم لا تستطيعون أن تتجاوزوا القرار الإثيوبي وتكونوا مستقلين، دع عنك أن تكونوا فعالين على مستوى العمل المعارض. كيف ترد على هذا؟ في إطار عمل المعارضة الإريترية نجد هنالك أكثر من وجهة نظر. نعم. وتباين في قراءة ما يحدث في الساحة المعارضة. هذا التباين في كثير منه يعني ينطلق من الشك والريبة، وفي جزء منه فيه بعض الحقائق على الأرض. يعني الإثيوبيين صحيح نحن موجودين في إثيوبيا. نعم. نحن نعتبر من التنظيمات القديمة في إثيوبيا. أقدم تنظيم كان قبلنا هم المجلس الثوري قبل ما يصبح تنظيمين، وطبعا بالتأكيد ساقم ودمحايدل كانوا من فترة التحرير، من قبل التحرير معهم. نعم. نحن نعتبر التنظيمات الأقدم، ثم الحق التنظيمات الجهادية، وتم تأسيس ما يعرف بالتنظيمات القومية الكنامة والعفر وغيره. قراءتنا نحن في جبهة التحرير الإريترية لواقع إثيوبيا ولواقع الحالة الموجودة للمعارضة في إثيوبيا. إثيوبيا دولة عندها استراتيجية، عندها سياساتها، عندها مفاهيم لطبيعة الصراع الإريتري. هذا فضلا على أن إثيوبيا وبالتحديد النظام الحاكم في إثيوبيا يعرف المجتمع الإريتري معرفة يعني أدق عن الأنظمة الإثيوبية السابقة بحكم العمل الوطني والنضال اللي كان موجود مشترك بينه وبين الإريتريين. نعم. قراءاته وهم بالذات الجناح بتاعت التجراي فيهم جناح يعني بحكم القرب وتداخل القبائل والأشياء الكثيرة دي، نجد في معرفة حقيقية بواقع الساحة الإريترية. وبالتالي النظام في سوريا يعني قد يعني وجهة نظرنا فيه أنه هو قاعد يلعب على ورقة التنظيمات الإريترية هذه، بحيث أنه يعني يخلق منها قوة فاعلة وقادرة على مقارعة النظام، ولكن ضمن استراتيجية قد نتفق أو نختلف فيها حوله. فيما يتعلق بجبهة التحرير الإريترية نجد أن الكلام الذي ذكر ربما يعني جانبه بعض الصواب. نعم. لسبب بسيط. نعم. نحن في جبهة التحرير الإريترية إلى الآن نعتبر من التنظيمات اللي لنا قدر كبير من الاستقلالية في التعامل مع الإثيوبيين، وأنا حاسوق مثالين ثلاثة. يعني المثال الأول، نحن أول من طرح لنا تكوين تنظيمات قومية. نعم. مثلا التنظيم يعني تعتبر قيادته غالبية قيادته من الناطقين بلغة التجري، فطلب منا ونحن رفضنا وعلى الملأ. واحد. نمرة اثنين، وده برضو شيء مهم ويعتقد معروف لدى الناس، الموقف من بيان السيد عثمان قرنليوس عثمان أجار. نعم. اسم تنظيم الكنامة، ونحن رفضنا التعامل مع هذا وكنا بنطرح طرح واضح. وآخر شيء حصل خلال الشهرين الفاتوا عندما حصل اجتماع لتنظيمات المعارضة الإريترية في أديس، كل التنظيمات الإريترية التنظيمات السياسية نحن رفضنا مشاركته وخرجنا من الاجتماع. نعم. ثم الآن أخيرا يعني الاجتماع أو القوى السياسية الإريترية تبنت نفس هذا الطرح، وفي الاجتماع الأخير طلبوا من قرنليوس إما يعتذر ويصدر بيان، وإما يعني ما حيكون هو جزء من هذا الاجتماع، وتم طرده من داخل الاجتماع. نعم.
يعني ولكن هنا أستاذ إدريس، يعني ألا تعتقد معي أن كون هذه مواقف قد تحسب لصالح التنظيم بالتأكيد، ولكن هناك أيضا يعني تنظيم يمول من قبل الإثيوبيين، والإثيوبيين كما قلت يعني لهم أجندة ولهم يعني أهداف في تغيير النظام في إريتريا، ولا نعرف كيف يمكن أن يؤثر، ومخاوف أن أي تدخل إثيوبي قد يؤثر على القرار السياسي الإريتري المستقل. ألا تعتقد أن استقلالية التنظيم في ظل تمويل إثيوبي وانطلاق من أراضي إثيوبية وحتى أذونات السفر للاستكشاف ولغيره من القوى العسكرية تصدق من الحكومة الإثيوبية بشكل دقيق، ألا تعتقد أن هذا يضع هذا التنظيم تحت المجهر في مرحلة حساسة في العمل المعارض الإريتري، والنظام يستغل هذا أيضا؟ طيب بس للتوضيح، يعني أنا نعم شايف موضوع الدعم الإثيوبي. أول حاجة يقول أن الإثيوبيين بيدعموا، نعم يقول الله الإثيوبيين ما قاعدين يدعموا، مشكورين في دعم، لكن نحن نعتقد أن هذا الدعم ما على المستوى. يعني الحراك الموجود هو حراك يعني بفن الممكن، الشيء الموجود. نعم الإثيوبيين قد لا يعني قد يكون عندهم رؤيتهم في اتجاه التحرك، قد يخافوا من تأمين حدودهم، قد يخافوا من وجهتهم، ولكن إذا أنت مستعد أن يكون عندك مبادرة قوية وشجاع، عندك أكثر من طريقة يمكن أن تقدم بها. هنا يعني قبل أن أنتقل معك إلى محور آخر ونحن نتحدث عن التنظيم ما زلنا، سؤال في هذا المحور، أن أنتم يعني قمتم بنوع من عقد اتفاق أو تحالف في الفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة مع حزب الشعب، وخصوصا أن بينكم خلفيات تاريخية مشتركة، كيف يسير هذا التعاون الآن؟ اللقاء الذي تم هو لقاء تفاهم ما بين رؤساء التنظيمات، نعم، أو وفدية التنظيمين بالأحرى، وهذا اللقاء يعني هو كان امتداد لمشاورات كانت تجري من وقت مبكر. نعم. التنظيم برئاسة الأخ ديسوس، ثم برئاسة الأخ حامد ضرار، أو الحزب أقصد يعني، ثم إلى أن جاء الأخ من قسام، وهذا استمرار لذاك الحوار. يعني الشيء المتفق عليه هو إيجاد أرضية مشتركة من التفاهم والثقة، بحيث أنها القواعد تحت الفروع والكادر والمكاتب إن وجدت هناك مكاتب رسمية يجب أن تتفاعل مع بعض وتنسق في مجالها وتعمل. والآن يعني قدمت إلينا دعوة للمشاركة في مهرجان فرانكفورت السنوي الذي يقيمه حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. نعم. لكن إضافة لكذا التفاعل هذا يؤثر بشكل إيجابي في وجهة نظرنا على كل قوى المعارضة الإريترية من خلال إيجاد أرضية مشتركة، وها هو حزب الشعب الآن يشارك في اجتماعات الآلية المشتركة للتنظيمات الإريترية. نعم. دعني إذن أنتقل معك إلى محور آخر، وهو ما يحدث الآن في الداخل الإريتري وتغيرات الأحداث على المستوى السياسي. هناك يعني كما تعرف أنت التحولات الكثيرة التي حدثت، والنظام قائم بكل يعني وسائله القمعية على قمع الداخل، وهناك معارضات وإلى آخره من المشهد الذي لا يغيب عنك كتنظيمي وكسياسي وكمتابع. ما هي رؤيتكم أنتم في جبهة التحرير الإريترية لما يحدث داخل إريتريا؟ كيف تقرؤون المشهد السياسي الإريتري حاليا في الداخل؟ قراءتنا للواقع في الساحة في داخل الساحة الإريترية تتلخص في أنه هذا النظام يعني الآن في يلعب في الأوراق الأخيرة، بمعنى هذا النظام أنا ما أقدر أقول توصيف اللي بتوصفه كل القوى وبتطرحها، يعني أنه النظام ضعيف والنظام لا، مش بهذا الفهم، ولكن النظام وصل مرحلة من أن لا تكون هنالك يعني حتى البصيص من أمل المؤسسية الذي ربما كان يتشبث به البعض الذي كان موجود في داخل النظام. نعم. النظام أصبح الآن مكون في شكل كانتونات، مجموعات بتاعت جنرالات متحكمة في القرار، تسيطر كما تشاء، تعمل كما تشاء، تسجن وتأسر. وارتبط النظام بأجندات مختلفة، من ضمنها مثلا التعامل مع اتجاهات مختلفة، تحالفاته مع المعسكر بتاعت ما يعرف الآن بمعسكر الممانعة،
إيران وسوريا وحزب الله واليمن نعم. والمجموعات. إضافة لكذا يعني زيارته الأخيرة أو زيارة الوفد الإريتري إلى روسيا ربما أوضحت حاجة، يعني أوضحت هذا المعنى من نعم. بالإضافة إلى الطوق الذي يعاني منه النظام، لأنه ما عنده أي جهة ثانية يتعامل معها إلا الرئة السودانية. بينه وبين سوريا معروف، بينه وبين اليمن الحالة في اليمن، بينه وبين جيبوتي، السعودية العلاقة تبعنا، يعني يبقى النظام مختنق اقتصاديا. من لهذا يعني ينسج أي تحالف وأي حراك ينسجه بحيث أنه يوفر ويؤمن على الأقل الاستمرارية ولو إلى فترة إلى أن يجد تحالف آخر. نعم. ده جانب. الجانب الثاني في الداخل، أنا أعتقد الشارع الإريتري مهيأ أكثر من زمان. لا تنطلع عليه الآن أحايين وألعاب النظام بأنه الوياني جايين والوياني شنو والحضور والكلام الكثير اللي كان يساق في إطار القنوات الإعلامية بتاعه، إذا كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. لكن الحقيقة نتيجة حالة الكبت اليومي اللي أنت ذكرتيها تفضلت ذكرتيها، وحالة القمع البوليسية نعم. يعاني منها المواطن الإريتري، ربما تكون هنالك صعوبة في أنه يعني يلقى المنافذ الحقيقية. ولكن إذا وجد هنالك حراكا حقيقيا ودعم حقيقي من معارضة الخارج بشكل عام، لأننا نحن نؤمن في جبهة التحرير الإريتري التغيير الحقيقي هو تغيير المواطن للواقع. نؤمن بأن التغيير حيتم من الداخل. ده وجهة نظرنا في قراءتنا للأحداث في الساحة. نعم. إذن بناء على ذلك كيف تعملون مع التنظيمات المعارضة الأخرى على تطوير خطاب سياسي، على الجلوس على يعني توضيح الرؤية السياسية المستقبلية لإريتريا؟ أنا في وجهة نظري هنالك خطاب سياسي. نعم. خطاب سياسي موجود على مستوى التنظيمات، كل تنظيم individuals، وهنالك خطاب سياسي جامع لقوى المعارضة من خلال عرف بالميثاق العمل الوطني الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمرات التحالف، ثم حتى فيما عرف بمؤتمر أواسا. هذا قد يكون هنالك تحفظات من البعض يقل أو يكثر، قد تكون هناك وجهة نظر حول هذا، ولكن هذا شيء يمكن البناء عليه والتوافق حوله. الحوار المعمق الذي يجري الآن بين قوى المعارضة الإريترية، القوى السياسية، نعم، تسمى بالمظلة الجامعة التي عقدت إلى الآن دورتين من الاجتماعات، هو حوار معمق في هذا الاتجاه، أن يكون هنالك ميثاق شرف يجب الالتزام به، يجب أن يكون هنالك دعم حقيقي للتغيير من الداخل ودعم خارجي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ثم هنالك آلية واضحة لمسألة التغيير. نحن مع تغيير جذري يضمن الحقوق الوطنية لكل المواطنين على قدم المساواة، وتكون هنالك مرحلة انتقالية قراءة لما حدث من أحداث في إطار النظام، في إطار مرحلة النظام الحالي. نعم. عندنا وجهة نظر، مش نحن كتنظيم، حتى القوى السياسية الأخرى اللي نحن شركاء معها عندها وجهة نظر فيما يدور في الساحة. هنالك خلافات وأشياء أو أخطاء قاتلة ارتكبها النظام فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، مسألة الأرض، مسألة الحقوق القومية المطروحة الآن، مسألة الحكم، نظام مركزي لا مركزي، كل الأشياء هذه هو المعارضة متفقة على جلة. أنا في وجهة نظري ربما العامل الأساسي في عدم الاتفاق في بعض الأحيان في بعض النقاط من قوى المعارضة، أنا بتكلم عن قوى المعارضة مجتمعة هنا ولا ما قاعد أتكلم عن مجلس وطني أو نعم أو كذا، قوى المعارضة كلها من خلال المظلة الجامعة الحالية، وطبعا يعني كل التنظيمات السياسية مشتركة فيها، بترى هذا التغيير يجب أن يكون هنالك توافق حوله. هذا التوافق يتمثل في أن نحافظ على الدولة عشان ما تكون هناك دولة فاشلة والناس تتناحر. ما تنسي أنه في إريتريا في كل قطعة وفي كل حجر وفي كل زاوية هنالك قطعة سلاح، والنظام أراد سوءا أم خيرا أدى لكل مواطن قطعة سلاح، وبالتالي ده سلاح ذو حدين. نعم. يتم تداركه ودراسته وإدارته يعني بشكل صحيح سوف يخلق حالة من الفوضى وحالة من الربكة، وقد نتحول إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. نعم. السياسية الإريترية عموما نعم. ضرورة إدارة هذا الصراع في إطار من المرحلة الانتقالية التي تؤسس إلى قيام حكم وطني ديمقراطي راشد تتساوى فيه كل القوى السياسية من خلال النقاط التي أشرنا. النقاط الخلافية حقيقة والتي الآن توصلنا فيها كقوى سياسية إلى حلول هي مسألة الشراكة
مسألة الحكم اللامركزي، مجمل كل الناس مجمع على هذا الكلام. مسألة الأرض، قانون الأرض، القراءة حول يعني ما حصل، مسألة يعني سياق الدستور الوطني ديمقراطي يؤمن الحقوق لكل القوى الوطنية الإريترية، الفئات المجتمعية الإريترية. نعم. هذا الشيء وصلنا. نعم، هنا تتحدث أنت يعني هناك خلفية، يعني هناك تنظيمات من خلفيات يعني تقريبا متقاربة أو متشابهة، اللي هي خلفية جبهة التحرير الإريترية وتنظيمات انبثقت مؤخرا بعد التحرير عن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. هل نتحدث عن أرضية مشتركة، يعني عن رؤية مشتركة، أم نتحدث عن رؤية مشتركة لجانب واحد فقط؟ يعني وهل هناك حقيقة يعني وبصراحة هل هناك إشكالية في التنسيق أو رؤية، خلق رؤية مشتركة أو الوقوف على أرضية واحدة بسبب هذه الخلفيات السياسية؟ أنا في تقدير الخلفيات السياسية بالتأكيد لها تأثير إلى حد ما. نعم. ولكن ما حصل الآن من خلال المظلات السياسية للقوى المعارضة نجد أن التجربتين موجودات. أنا يعني من اللي في حزب الشعب الديمقراطي بشقينه. نعم. وحزب المؤتمر بقيادة تسايبرينجي، والحزب الشعب الديمقراطي بقيادة المناضل اسمرهم، فيه خلط. نعم. إضافة إلى كده في كثير من القوى يعني التي التحقت بركب المعارضة من تجربة الجبهة الشعبية، وبعد ما حصل في الدولة الإريترية، الآن هم على قناعة تامة وكاملة بأننا في المجتمع الإريتري قوانا السياسية يجب أن نضع تجربة جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية كتجارب سياسية تاريخية. نعم. توضع للتاريخ وتقرأ استفادة من الأجيال، ولكن نحن كجزء من هذه التجارب الآن ما نبقى أسيرين لهذه التجارب. علينا أن نؤسس إلى تجارب جديدة يعني خلينا ننطلق إلى الأمام ونسوق تجربة نضالية موحدة لمواجهة النظام القائم. نعم. نعم. دي حقيقة يعني الكل يعتقد الآن مقتنع بها، بما فيها القوى الإسلامية يعني حتى من الآخرين يروا أن هذه هي يعني النظرة الحقيقية. وهناك في انفتاح يعني للمؤتمر، يعني المجتمعات الأخيرة للقوى المعارضة كل القوى السياسية حاضرة وكلها تتحدث بذهن يعني مفتوح ورؤية ثاقبة، وعندهم قراءاتهم وعندهم وجهة نظرهم المتكاملة حول ما. نعم. نعم. يعني هذه قراءة يعني جدا يعني مبشرة ومريحة. يعني إذا يعني لأول مرة يعني ألتقي بشخص وأرى أن قراءته تقع في إطار العمل المبشر أو الواقع المبشر للعمل السياسي الإريتري. ما هو موقفكم من هذا الطرح الأخير لأبناء المخفضات؟ فيما يتعلق بالحراك الأخير أو المنظمة التي أطلق عليها المؤسسون من المخفضات الإريترية. نعم. جبهة التحرير الإريترية كما ذكرت تنظيم وطني. نعم. نشارك القوى السياسية وجهة نظرنا. ما يعني لا نعتقد نفسنا نحن، الآخرين يقيمون كيف، طبعا كل له وجهة نظره ونحن نقدر كل الآراء. نحن لا نقيم نفسنا على أننا تنظيم مناطقي ولا تنظيم مرتبط بجهة محددة أو جهة جغرافية أو جهة دينية محددة. نعم. جملة كل القوى كل المجتمع الإريتري. وبالتالي حراك المخفضات يعني الذين أسسوه، لا يعنينا نحن بشيء. نعم. الذين انضموا إليه أو الذين أسسوه يعني هم كحالة من الحالة الموجودة في الساحة الإريترية. الحراك الموجود نسبة زي الحراك الآخر. ثم على ما أعتقد المطروح هم ربما يروا أن هم منظمات مجتمع مدني مطروح بهذا الشكل، وبغض النظر أنهم مجتمع مدني أو منظمة سياسية. نعم. حراك للذين أسسوه وللذين التزموا به أو الذين يريدون الالتزام به. نعم. نعم. في ختام هذا اللقاء أستاذ إدريس حمد، ما هي رؤيتك العامة التي يعني ممكن أن تصيغ لي بها في إطار توحيد الجهود أو الدفع بعجلة التغيير، يعني وخصوصا أن المرحلة تتطلب بالفعل يعني تصعيد فعالية العمل المعارض؟ ما هي الآليات التي برأيك تستطيع أن تدعم وتساعد العمل المعارض أن يكون يعني مهيئا للمرحلة القادمة بشكل أفضل؟ أنا في تقديري مزيدا من الجهد والعطاء في هذا الاتجاه. أولا علينا التوقف
من أن يكون هنالك هجوم إعلامي من طرف لطرف آخر. نعم. نوجه كل أنشطتنا وكل عملنا وكل طاقاتنا إلى مقارعة هذا النظام. الأولوية تكون لمقارعة هذا النظام وإسقاطه، لأن هنالك في معاناة حقيقية من الإريتريين. الشباب قاعد يموت. على القوى المعارضة الإريترية أن يصب جهدها نبذ هذا النظام وإسقاطه والعمل على إسقاطه ليل نهار. العمل دبلوماسي، عمل إعلامي، نعم، جماهيري، تعبئة جماهيرية، وكلنا نوحد طاقاتنا في هذا الاتجاه مع العمل اليومي الدؤوب في انه نقرب وجهات نظرنا عشان نطلع بميثاق جامع لكل القوى التي لم تلتحق بالميثاق التي ذكرته. يجب ان يكون الكل يشمل هذا الميثاق وتشارك فيه وتصنعه، بحيث انه لما يكون في تغيير الكل يشارك في هذا التغيير ويكون موجود وحاضر وفاعل، بحيث انه نقدر نبني مجتمع ودولة إريتريا. الشعب الإريتري يستاهل أكثر من كده. شعب ضحى 30 سنة في قتال، ثم 25 سنة في اضطهاد سياسة فورتي. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إدريس حمد، وأترك لك كلمة أخيرة إذا كان هناك شيء تود أن تعكس عليه قبل أن نختم لقائنا هذا. أنا حقيقة إذا في شيء لفت نظري نعم وأحب أن أنوه إليه، لأنه إذاعة المنتدى أصبحت إذاعة مهمة ومسموعة، وكثير حتى من الناس الداخل، يعني بتصل عندنا أسرنا وأهالينا في الداخل. نعم. يعني إذاعة مهمة وبتنسمع بشكل يعني مش عادي يعني. وبالتالي يعني أنا أعتقد هذه إضافة لكده. أنا يعني استمعت إلى برامجكم الأسبوعية الفاتت وقبله، وهذه اللقاءات الراتبة اللي مع القوى السياسية مع التنظيمات الإريترية اللي قاعدين تعملوها هي في حد ذاتها يعني مشاركة فاعلة ومهمة وأساسية لتقريب وجهات النظر بين هذه القوى السياسية. نعم. دوركم وحضور هذا البرنامج بهذا الشكل وبهذه الفاعلية سوف يؤثر ويساعد كثيرا في بناء الثقة، ولكم جزيل الشكر. وأنا أيضا أشكرك. ونحن هذا المحور نحاول قدر الإمكان أن يكون محور مفتوح للجميع، ويهدف فقط لإيصال المعلومة، لتقريب وجهات النظر. يعني أحد الوسائل التي يجب أن نستخدمها بشكل مسؤول وفعال من أجل خدمة يعني العمل الوطني بشكل عام. أشكر لك جزيل الشكر الأستاذ إدريس حمد، عضو المجلس المركزي وعضو إدارة العلاقات الخارجية في جبهة التحرير الإريترية. وبالتأكيد سيكون لنا لقاءات كثيرة مع التنظيمات وكل من هو في ساحة العمل الوطني. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. تحياتي. صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: تفاقم أزمة شح المياه وانقطاع الكهرباء في البلاد. سفارة النظام بالكويت تهدد وتتوعد الإريتريين، وكندا تضيق الخناق على قنصليته بتورونتو. تفيد الأنباء الواردة من داخل البلاد بأن الأوضاع المعيشية في إريتريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، فالعاصمة أسمرة تعاني من نقص حاد للمياه وانقطاع شبه تام للكهرباء. هذا وقد أصبحت السلطة الحاكمة عاجزة تماما عن توفير المياه وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، ولم تحرك ساكنا أمام نذر المخاطر والكارثة الإنسانية التي يمكن أن يسببها انعدام المياه الذي يشكل أهم عنصرا من عناصر الحياة. كما لجأ سكان العاصمة أسمرة إلى استخدام الفوانيس والشموع لإنارة منازلهم وتبديد الظلام الذي عم المدينة بأكملها بعد توقف إمدادات الكهرباء التي كانت بنظام الحصص، حيث كان نصيب كل حي 4 ساعات فقط في اليوم. إلى ذلك وصل سعر شحن بطارية الهاتف الجوال ب10 نقفات عند أصحاب المحلات التجارية التي تستعين بالمولدات الكهربائية الخاصة.
من جهتها تعاني مدينة مصوع أيضا من شح المياه وانقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما جعل سكانها المقتدرون يغادرونها إلى مدن أخرى، ويبقى فقراؤها وهم الأغلبية يكابدون مشقة الصبر بدون كهرباء وماء، فضلا عن الأوضاع الصحية التي تزداد ترديا وانهيارا في المدينة. حذرت السفارة الإريترية لدى دولة الكويت مواطنيها المقيمين في الدولة أن ضريبة 2% ملزمة، مطالبة بتسديدها ابتداء من يونيو الماضي وحتى نهاية العام الجاري. وأشار الإعلان الصادر من السفارة لهذا الشأن إلى أن تسديد ضريبة ما أسمتهم بأسر الشهداء مرتبطة بالخدمات التي تقدمها السفارة، رافضة أي استثناء حول ذلك. من جهته حذر وزير الشؤون الخارجية الكندية جون بيرد القنصلية الإريترية من مقبة الاستمرار في أخذ الضريبة من المهاجرين، وقال إنه بعث برسالة إلى القنصلية الإريترية بوقف تحصيل ضريبة الهجرة من الإريتريين الكنديين، أو إنه سيأمر بإغلاق القنصلية، وذلك حسب موقع مبادرة الإريتري. وأضاف الوزير الكندي إن الطلب من الإريتريين بدفع ضريبة في القنصلية غير مقبول، وإننا نشارك الإريتريين الكنديين وغيرهم القلق العميق حول العمل المستمر في القنصلية، وقد أرسلنا مرارا وتكرارا إشارات قوية بأنه غير مقبول ولن يتم التسامح معه. وقال بيرد: لقد أعطيت نائبي تعليمات بتسليم رسالة قوية واضحة لا لبس فيها بأن هذا النشاط يجب أن يتوقف، وإلا فإننا سنغلق القنصلية. ضريبة 2% التي لا أصل لها في النظم الحكومية يتحصل عليها الحزب الحاكم والوحيد في إريتريا، كما أن الحكومة الإريترية لم تعطيها تسمية محددة حتى الآن، إلا أنها مرتبطة بتقديم الخدمات في الداخل والخارج، كما أن الامتناع عنها يضع المواطن في موضع الخيانة حسب تصنيف النظام، وهو تعبير فضفاض يستخدم بطرق ابتزازية وقد يؤدي للسجن لسنوات خارج الجهات العدلية. هذا وقد شهد العام الماضي طرد القنصل العام سماريغا برماريان من كندا عقب شكوى من مواطنين كنديين من أصول إريترية بتعرض عوائلهم في الوطن لمضايقات وعواقب وخيمة إذا لم يدفعوا الضريبة. عثرت قوة في البحرية الليبية أثناء قيامها بأعمال المراقبة الساحلية في 5 من شهر يوليو الجاري على قارب خشبي قارق في مياه البحر المتوسط على بعد حوالي 1.5 كيلومتر قبالة معسكر تاجوراء البحري. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية بأن القارب وجد به 13 جثة متحللة، منها 2 لطفلين و2 منهما للنساء و9 للرجال، والتي من المحتمل أن تكون لمهاجرين غير شرعيين من إريتريا والصومال. وعلى صعيد متصل أشار موقع عدوليس إلى معلومات تؤكد بأن السلطات السودانية أبعدت 28 قاصر وقاصرة من الجنسية الإريترية وتركتهم قبالة مدينة المتمة الإثيوبية، وذلك في خطوة يستكمل بها السودان الرسمي تجاوزاته تجاه الوجود الإريتري القانوني، وأن هذه العملية التي تمت في بحر الأسبوعين الماضيين جرت بسرية تامة ودون تنسيق مع السلطات الإثيوبية التي لم يصدر عنها ما يفيد بقبول أو رفض هؤلاء. وكانت المفوضية العليا للاجئين قد أدانت يوم الجمعة الماضي السودان لكونه قد رحل 74 إريتريا بالقوة في بداية شهر يوليو الجاري وبطريقة غير قانونية، حيث عبرت المفوضية عن خشيتها على تعرض حياتهم للخطر. إلى ذلك أشارت جريدة تايمس البريطانية في تقرير لها نشرته عن تجارة تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا إلى أن هذه التجارة شهدت انتعاشا كبيرا حتى تحولت إلى بزنس كبير يدر ملايين الدولارات سنويا على العصابات العاملة فيه، خاصة في ظل الفلتان الأمني في ليبيا وضعف سيطرة الدولة على المناطق خارج المدن بما فيها الموانئ والمناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وتتزايد أعداد العاملين في مجال تهريب البشر من القارة الإفريقية إلى أوروبا بسبب ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين الهاربين من جحيم بلدانهم المضطربة، والذين لا يجدون ملاذا آمنا أقرب من السفر بقوارب الموت إلى أوروبا. وتقول التقارير الغربية إن أسعار تهريب البشر انخفضت بصورة كبيرة عما كان عليه الوضع في السابق.
بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد العاملين بهذا المجال، مع قبول المهاجرين بأوضاع أكثر سوءا، بما في ذلك الموافقة على ركوب قوارب من المفترض أنها منتهية الصلاحية ولا تصلح حتى للصيد، فضلا عن استخدامها في السفر لمسافات طويلة. صوت المنتدى. وإياكم إلى ختام ساعة هذا المساء، كان معكم صلاح محمد زين وآمال علي ويوسف بوليسي. إلى اللقاء بمشيئة الله يوم الأربعاء القادم.